السلام عليكم. ما غاديش نطول عليك. كما شفتي في العنوان والصوره المصغره كيفاش غادي نحول اي رصيد عندي ولا اي عمله من المحفظه ديال الباير الى المحفظه ديال البينانس، سواء كيخصك انت بجوج او لا بغيتي تحول من الباير لاي محفظه اخرى في البينانس واي عمله اخرى لاي شخص اخر انت كتعامل معاه. فالطريقه سهله، تبع معايا هذا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه هنا كنجيبوا العنوان ديال المحفظه اللي غادي نحولوا لها. انا عندي هنايا كما كتشوفوا 19.82 يو اس دي تي، غادي نمشي نحولها يعني العمله ديال الترون. غادي نجي هنايا للبينانس ديالي، ومن بعد هنا كما كتشوفوا غادي نسخ هنا العنوان ديال المحفظه. وممكن هذا العنوان ديال المحفظه يصيفطوا لي اي شخص اخر، ماشي بالضروره انها تكون عندي نفس المحفظه وكتواجد على الهاتف. سواء عندك انت جوج ديال المحافظ الباير والبينانس وبغيت نحول لهم، او لا اي شخص ممكن يرسل لي هذا العنوان اللي غادي نسخ معاك انا دابا، وهكا غادي نحول ليه الفلوس بكل سهوله، ولا اي عمله كما بغات تكون عندك في الباير. وهنا كنجيو كنختاروا الايداع، لان حنا غادي نديروا الايداع بهذا الشكل هذا. ومن بعد هنا كنختاروا العمله ديالنا. هنا نختار انا اليو اس دي تي بهذا الشكل هذا، وهنا كنختار تي ار سي 20 كما كتشوفوا بكل سهوله. وهنا دابا غادي ننسخ عنوان المحفظه. انا دابا نسخت عنوان المحفظه، غنجي هنايا للباير كما كتشوفوا معايا، وغادي نجي هنايا كما كتشوفوا باش نرسل. هنا كاين ينسحب وهنا كاين الايداع. هنا نضغطوا على ينسحب بهذا الشكل هذا، وهنا غادي نديرو كوبي كولي للعنوان ديال المحفظه اللي جبنا من بينانس، او لا صيفطوا لنا اي شخص كما قلت لكم. وهنايا كما كتشوفوا كنحددوا المبلغ هنا اللي غادي نرسلو كما كتشوفوا معايا. وهنا كما كتشوف في هذا السهم يمكن لي نحدد هنايا يعني النوع ديال العمله، يعني او ار سي 20 او تي ار سي 20. وهنا كما كتشوفوا ضروري خاص المبلغ اللي عندك انت الاجمالي في المحفظه ديال الباير غادي دير بحساب انك يعني خاصك تنقص منه هنايا باش هنا يجيك حساب. باش تجيني هنا 19.80 خاصني ندير هنايا 18.30 باش يمكن له يترسل لي المبلغ للمحفظه ديال بينونس ولا لاي شخص اخر. اما الا كان عندك المبلغ كثار من هذا العدد هذا يمكن لك تحدد هنا اللي بغيتي وراه غادي يوصل، ما كاين حتى شي مشكل. وهنا من بعد ما كنساليو هذه العمليه كنضغطوا هنا على ارسال بكل سهوله الخط. وهنا اكتملت المعامله بنجاح كما كتشوفوا. ها هي اكتملت العمليه بنجاح. وهذه الخطوات اللي شرحت لكم دابا انا في هذا الفيديو هي نفسها اللي غتطبقها على جميع العمولات، والطريقه راه سهله. وركزوا لي غير مع هاد الخانات هادو باش ما تلفش. جاتنا رساله على الجيميل ديالنا في المحفظه ديال الباير كيخبرنا باننا ارسلنا 19.80 يو اس دي تي، مع العلم ان محفظه الباير اقتطعت لنا. وكذلك غادي نمشيو حتى للجيميل الخاص بالحساب ديالنا في البينونس، فغنلقاو توصلنا ب 18.30 لان محفظه الباير قطعت لنا واحد النسبه. وهنا كما كتشوفوا وصلت 18.30 يو اس دي تي في الجيميل الخاص بالحساب ديالي البينونس. وهكا كنكونوا يعني رسلنا الاموال داك الشخص او من محفظه الباير الى البينونس بكل سهوله. ولكن عندك اي استفسار ولا اي شي حاجه خلي لي تعليق وانا غادي نرد عليك باش كلشي يستافد من قسم التعليقات. ما تنساش دير لنا لايك واشترك في القناه الا كنتي جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.